بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. رسالتك النهاردة بشفاعة القديس العظيم مريمينا العجايبي، بركة صلواته وشفاعته تكون معانا كلنا. بيطمنك برسالة مفرحة وبيقولك استعد واستنى مفاجآت ربنا يسوع المسيح في حياتك. صدق في إلهك وفي قدرته، هيخرجك من ظروفك الصعبة اللي انت فيها دلوقتي، وأمورك كلها هتبقى خير. هيغير لك حالك لحال تاني خالص، مليان فرح وسلام. هيحقق لك اللي انت بتتمناه، وهتتأكد قد ايه يسوع بيحبك. الحزن اللي في قلبك هيتحول لضحكة مش هتفارق وشك. ولما تضيق الدنيا عليك وتحتار وما تلاقيش حل، ثق ان عمره ما هيتخلى عنك ولا هيسيبك. هيحلها لك وهيفتح لك مليون باب قدامك، هيفرجها. تأكد في وسط المشاكل والضيقات اللي بتمر بيها هو بيكون جنبك وشاعر بيك، بيكون سمعك وشايفك، ومش ممكن أبدا هيسيبك لوحدك. هيعوضك عن كل حزن، هيعوضك عن دموعك اللي محدش بيكون شايفها غيره، وهيجيلك بفرحة تنسيك كل حزنك. خليك مطمن على حياتك وانت معاه، هيرتبها لك ويدبر لك كل شيء فيها، وهيستجيب. تشدد وتشجع، اوعى تيأس، وارمي كل حمولك عليه، وصلي له باستمرار. هو بيحبك، مش ممكن هيسيبك بمفردك. مفيش حاجة صعبة عليه، هو إله المستحيلات. هو أقوى من أي ضيقة ويقدر يحلها في ثواني. ما تشيلش الهم، يسوع بيحبك. لما تلاقيها بالحسابات الأرضية مقفولة ومش لاقيلها مخرج، بحساباته هو المستحيل بيكون ممكن. ثق فيه وتأكد إن كل حزن في قلبك ليه تعويض رباني آتي إليك قريبا. اطمن وانتظر عمله الذي يفوق كل عقل. ستنبهر من الاستجابة المفرحة. وراء كل انتظار صعب بتأتي أفراح متتالية. القلق عمره ما هيغير شيء، لكن الإيمان والاتكال على ربنا بيغير حاجات كتير. صدق إن أصعب وقت في حياة الإنسان بيكون أمجد وقت في حياته بعد كده، والتعويض بالمجد بيكون أضعاف الضيق. ما تقلقش وصدق في وعود ربنا، لأنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. بيصنع معجزات وعجائب حتى لو في الهزيع الأخير من الليل. والعوض اللي انت بتتمناه هيجيلك، والرزق اللي انت مستنيه هيكون من نصيبك. اطمن وقول يا رب، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. ما تخافش لأنه معاك. اوعى تشك في أي وعد قالهولك، وافتكر إن لما يسوع دخل القبر ومات والتلاميذ كانوا خايفين وفي حالة قلق شديد، لكن ظهوره وقيامته من الأموات كانت أكبر دليل على إن إلهنا يسوع المسيح إله حي، إله غلب الموت وقام. وإنت كمان، رغم الضغوطات النفسية الشديدة والظروف الصعبة والتخبطات اللي انت فيها والخنقة من ظروف الحياة الصعبة، افتكر إن إلهك قال سيكون لكم في العالم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. اطمن، هيمدلك إيده في عز الضيقة، وهيتدخل وهيستجيب. نام وانت مصدق إن إلهك بيغير الأحوال في لحظة، وبيحقق الأحلام، وبيبدل الأوضاع. صدق إنه قادر يبدلك حالك في غمضة عين،
وينقذك من اللي انت فيه ويرفعك فوق كل الآلام. قادر يمسك ايدك زي ما مسك ايد بطرس زمان. انت ليك راعي امين بيهتم بكل امور حياتك، وايده بتسندك وعينيه بترعاك وحضنه بيشعرك بالامان. ضع رجائك فيه واطمن، هيفتح لك اي باب مقفول قدامك. اوعى تيأس يا ابن يسوع المسيح، مهما زادت المشاكل من حولك اتكل عليه وسوف يعطيك الراحة والفرح. ثق انه حتما سيتدخل رغم سوء ظنك بيه، وهتكون مفاجأة ليك سيجعلك تتعجب وتمجده. اطمن، فقد جاء الميعاد، هو لا يتأخر. فلا وجود للصدفة والحظ في حياتك، دائما كل الأمور بتتم بعناية ضابط الكل. ثق في قدرته، في وسط الأتون يأتي، وسط ألسنة النار ينقذك. يسرع ويتقدم لنجدتك، قدرته غير محدودة ومعونته غير مشروطة. مهما كان معارفك وأقاربك وأصدقائك، يسوع هو الصديق الألزق من الأخ. لن يتركك محتاج أبدا، سيستجيب لأنه عارف إنك محتاج للفرحة، ويريدك أن تكون دائما سعيد. ما تقلقش من الباب المقفول ولا من كل هم في قلبك موجود. ارفع راسك لرب السماء بثقة وإيمان، وقول له: يا رب، يا يسوع المسيح، ها أنا آتي إليك وأرمي أمامك كل أحمالي ومتاعبي، وأؤمن إنك ستحملها عني اليوم وكل يوم. أسلمك أمري وقلبي وكل حياتي، ولك المجد والشكر إلى الأبد آمين. بركة صلوات القديس العظيم مريمينا تكون معانا كلنا. ربنا يبارككم، آمين.